من اول 10000 جنيه تقدر تشتري جهاز من شركه ابل فيه كميه اوبشن ومزايا استحاله ان انت تلاقيها في الويندوز. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان رقم واحد هتاخد في الجهاز ده شاشه ريتنا ديسبلاي اي بي اس ال اي دي ريزوليوشن والوان استحاله ان انت تلاقيها في جهاز تاني. لما تبص على الجهاز وعلى الوانه هتحس فعلا ان انت قاعد قدام مكنه بريميوم. البطاريه بتاعت الجهاز ده محترمه جدا جدا جدا، تقعد معاك لحد 5 ساعات على حسب طبيعه شغلك والشغل اللي انت مشغله. كاميرا الجهاز هاي ديفينيشن محترمه قوي، لما تشغلها هتحس فعلا ان انت قاعد قدام جهاز محترم مش اي كلام. الكيبورد بتاعت الجهاز كيبورد باك لايت مضيئه ميكانيكال، لو انت شغال عليها وبتكتب عليها تحس ان انت فعلا برضه شغال على جهاز بريميوم. الشاسيه بتاع الجهاز كله معدن مش بلاستيك، فمش هتقلق الجهاز ده يقع يخبط يترزع. انت معاك مكنه محترمه جدا جدا، شاسيه بريميوم رفيع سليم مش تقيل خالص. سماعه الجهاز لما تيجي تشغلها هتبقى سامع صوت فعلا الكواليتي بتاعته عاليه جدا. التراك باد دوا ماجيك تراك باد من انضف التراك باد اللي انت ممكن تشتغل عليها، فيها كميه اوبشن ومزايا ملهاش اول من الاخر. سيستم الجهاز اي او اس من اكتر الحاجات اللي بتميز اجهزه ابل ان لها السيستم بتاعها سيستم اي او اس. سيستم الاي او اس سيستم محترم جدا جدا جدا، سيستم يقدر ان هو يحميك من اي حاجه ممكن تحصل لك اكتر من الويندوز بكتير. الجهاز ده بينزل انش 13 وانش 15، فممكن تختار على حسب انت عايز حاجه حجمها اكبر شويه او اصغر. قطع غيار الجهاز ده برده من اكتر المزايا اللي بتميزه، لان الجهاز ده قطع غيره موجوده في كل مكان، فما تقلقش. وهو صغير واسعارها في متناول الايد، وممكن كمان ارخص من اسعار اجهزه الويندوز. اهم حاجه برده اعاده البيع في الجهاز ده محترمه جدا جدا جدا، تقدر لحد النهارده تبيع وتشتري فيه اسعار في متناول الايد مقارنه باسعار السوق اللي احنا بنسمعها. يا رب اكون فدتك وجبت لك الخلاصه. اهلا بيكم في الزتونه، بديك الخلاصه بدل ما تقعد تسمع ريفيو بالربع ساعه والنص ساعه. العرض ده موجود في شركه تروجا لمتابعين بسام ثابت بس. لو عايز تعرف اكتر عن العرض ده ابعت لي على الخاص، والسلام عليكم.